سرقوا جوازه في اسطنبول. تحول دخوله لمطار اسطنبول إلى مشهد من فيلم الممثل الهوليودي الشهير توم هانكس، وكأنه فيلم ذا تيرمينال مبنى المطار، بعد ما وجد نفسه مضطر إلى المبيت في الممرات والإقامة الجبرية بين حقائب المسافرين على بين ما يلاقي حل سريع لمشكلته. بيروي لاعب الكويت ونادي كاظمة أحمد المطيري تفاصيل سرقة جوازه في تركيا خلال العودة من المعسكر الإعدادي في ألمانيا والتوجه إلى أوزبكستان لخوض مباراة حاسمة ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2006. فبيقول المطيري: بعد إقلاعنا من ألمانيا حطيت جواز السفر في الشنطة اللي بحملها على كتفي، وإحنا في الجو كان أحد اللاعبين قاعد خلفي، كان بيقوم بتصرفات غريبة عن طريق الضرب المتواصل على شنطتي. ولما وصلنا إلى تركيا إجا مشرف الفريق وطلب جوازات السفر لكل اللاعبين، فاكتشفت وقتها إنه جوازي مفقود، وضليت أبحث أنا واللاعبين وطاقم الطائرة ولكن ما وجدنا أي أثر للجواز. بعد 20 دقيقة إجا اللاعب اللي كان جالس خلفي واللي كان بيضرب على شنطتي وحكالي: ليش ما تفتش اللاعبين، يمكن في حدا منهم أخذ الجواز. ولكن أحمد المطيري كان ذكي شوي، وهو أصلا من الأساس شاكك بهذا اللاعب اللي كان وراه واللي كان بيضرب على شنطته، شاكك إنه هو اللي سرق الجواز تبعه. والسبب إنه إذا أحمد تعرض لأي مشكلة وما لعب في المباراة فهو اللي رح يكون اللاعب البديل في مباراة أوزبكستان. تقريبا اللي خاف منه أحمد المطيري حصل. اجى رئيس وفد المنتخب لعند أحمد المطيري واللي كان وقتها اللاعب السابق عبد الله معيوف، وقال له انه هاتف القنصل الكويتي بتركيا، ولكن الوفد الرياضي مضطر لمواصلة الرحلة الى طشقند، وانه لازم يضل في المطار وينتظر مكالمة من القنصل. وبعد ما واصل الفريق رحلته وغادر المطار، اتصل القنصل الكويتي بالمطيري واعتذر منه انه مش قادر يجي على المطار لانه اليوم خميس، وانه بتوجب على احمد البقاء في المطار وعدم مغادرته لحد ما يلاقوا حل لمشكلته، وعلى الاغلب رح ينتظر حتى يوم السبت لأن السلطات التركية منعت خروجه من المطار. فبيواصل المطيري وبيحكي: انصدمت من تعامل المسؤولين معي وما توقعت اللي عم يصير معي، والكل تخلى عني بأول مشكلة، فاستسلمت الأمر الواقع وقررت اني انام في المطار. ولكن حصلت المفاجأة، اجاني موظف بالطيران المدني التركي وحكالي: رح اساعدك بكل ما استطيع، بس اعطيني بطاقتك المدنية واشتري تذكرة عودة الى الكويت في رحلة الساعة 12 مساء. بصراحة انصدمت من تعامل الموظف معي وكيف انه بيحاول يحل مشكلتي، واعتقد مع انه دوامه انتهى الساعة 7 ولكن ظل قاعد معي للساعة 12، يعني تجاوز دوامه ب5 ساعات فقط حتى يطمن اني سافرت. فاخذني عند كابتن الطيارة وشرح له قصتي، فحكالي الكابتن: هل انت بتضمن دخولك للكويت بدون جواز سفر؟ لانه اذا رجعوك انا بتحمل مسؤولية. وبالفعل سافر المطيري على طيارة الساعة 12، ومجرد ما وصل للكويت استقبلوا رجال أمن الدولة في المطار وسألوه عن جواز سفره وين اختفى، فقال لهم بدون تردد إنه سرقوا واحد من لاعبي المنتخب عشان يتعرض لمشكلة ويلعب مكانه. وطبعا ما رضي أحمد المطيري يخبر الإعلاميين عن اسم هذا اللاعب اللي فعل هذا الأمر الغير متوقع، يعني تجلب الضرر فقط عشان تلعب في مباراة. ففعلا انه حدث مثل هذا ما بيحصل كل يوم ولا اي شخص قادر على انه يعمله. فشو هاي الجرأة اللي كانت عند هذا اللاعب؟ يعني ممكن احمد لو ما تعرض للمساعدة يمكن هاي المشكلة كبرت واصبحت مشكلة اكبر بكثير. وطبعا اكيد بعد عودة لاعبين المنتخب باشرت السلطات بالتحقيق في الواقعة. فتخيلوا الانسان لما يكون ناوي على الضرر شو هي الاشياء اللي بيقدر يعملها، مهما كانت شنيعة رح يساويها مقابل الوصول لهدفه حتى لو كان هدف غير نبيل. اللهم لا تجعلنا منهم وابعد هؤلاء عن طريقنا. كان هذا الحدث في أوغست من عام 2005. وهيك منكون خلصنا قصة اليوم. انتظروني في قصص وروايات جديدة ومثيرة. لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. كان معكم نضال العسل، والسلام عليكم ورحمة الله.